ارجع للست العذراء عشان ما ناخدش وقت العظة برضو. في بلد اسمها كومومبو. عارفين فين كومومبو دي؟ الناس بيقولوا في اسوان وناس بيقولوا عند بنها. عندي ولا نعمل زي الراجل بتاع اللي انا قلت له انا بلدياتك من كفر الشيخ، قال لي عشت احسن بلديات. المهم كومومبو تبع محافظة اسوان. كان فيها راجل واعظ، راجل بسيط وعنده 9 عيال. ما زمان يعني كانوا بيعتبروه عزوة. والراجل الواعظ ده كان يحب العذراء قوي، والكنيسة هناك على اسم الست العذراء، وكان يلف في البلد يرنم للعذراء. ما وروش حاجة ترانيم غير كتاب الترانيم في جيبه وجلبية وجاكيتة وطربوش، وما وروش حاجة. طول النهار يرنم ويمدح العذراء، ويوم الحد يوعظ في الكنيسة. يوم من الايام ربنا فتح عليه وفصل جزمة. زمان كان الجزم يفصلوها مش يشتروها. ايام الجزم ما كانت بخيرها، الجلد الطبيعي مش الجلد الصناعي بتاع الايام السودة دي. الواحد يشتري الجزمة وبعد اسبوع يلاقيها خلعت من بعض. كان زمان الجزمة الحاجة جزمة، يعني جزمة. المهم خلينا هنا. المهم صاحبنا ربنا فتح عليه وجاب جزمة، فلبسها ولف بيها البلد لفتين مرتين، يعني لف البلد مرتين لفايدتين. الفايدة الاولى يطر الجلد، والفايدة التانية ان البلد كلها تعرف ان الواعظ. مش كده ولا ايه؟ يعني عند الناس الغلابة والوسط الحتة دي مهمة يعني. لكن الجزمة عشان الجلد ناشف، وجلد من الجلد اللي هو عملت له زي قرحة في رجله من ورا، ورجله احمرت وبدت سلخت. فهو راجل صعيدي وغشيم وعلى قد فكره، راح جاب لا مؤاخذة حتة ملوحة وراح حطها على الجرح ولفها، قال عشان تقتل المكروب. هي 2 3 ورجله ما دخلتش في الجزمة، رجله ورمت. قال لا، يبقى حتة الملوحة دي مغشوشة. راح جاب كلب ملوحة، يعني قلبه كده احمر، وفتح ولفه على رجله على الجرح. تاني يوم رجله فادت تنجح. قال لها بس يبقى اشتغل السر. تالت يوم بدأ يصوت جاي يا اولاد رجله زرقت. راحوا للدكتور بعد 3 4 ايام. الدكتور مد بوزه وقال له ليه يا عم يوسف قعدت لغاية دلوقتي؟ الرجل عملت غرغرينة ولازم الرجل تتقطع. قال لهم روحوني. شالوه روحوه في مدخل بيته، حاطط صورة للست العذراء. اول ما دخل قال لها زعلان منك، ارنم لك عمري كله وكل الناس عارفه ان انا برنم لك، يجي في الاخر يقولوا الواعظ رجله اتقطعت والعذراء ما قدرتش تشفيه. العار عليك انت مش عليا. ده عيب حتى ان انا ارنم لك واخدم كنيستك عمري كله، وفي الاخر يقولوا الواعظ اللي اتقطعت رجله. ودخل زعلان مقموص من الست العذراء، وقال لاولاده ابعدوا عني، سيبوني انام وحدي، لا دي مش عايز حد معايا. بنته صغيره عندها 3 سنين قالت له بابا انام معاك يا بابا. قال لها تعالي يا حبيبتي. نامت معاه. الساعه 3 البت صحيت، لقت ابوها ابو رجل منفوخه ده في واحده قاعده تحت رجله وماسكه رجله حطاها في طبق ميه وبتغسلها له. بتقول لها انت مين يا خاله؟ قالت لها انا ام يسوع يا حبيبتي، اسمي مريم، وباباكي سماكي على اسمي. قالت لها انت بتعملي البابا كده ليه؟ قالت لها بحوش له الحاجه الوحشه اللي في رجله. المهم الست العذراء غسلت رجله ونظفت له بين صوابعه وتمام التمام، ومسحت له رجله بالطرحه بتاعتها وغطت له رجله، وقالت لها خلاص يا مريومه حبيبتي بابا الصبح هيبقى زي الفل. والست مشيت. بتقول البت انها فتحت الباب وخرجت. هي يبدو انها ما قدرتش تصعد عشان البت ما تتخضش، عيله صغيره برضو. المهم البت اتسحبت وصحت امها ماما اصحي.
قالت لها فيه ايه؟ قالت لها الست مش غسلت رجل بابا؟ قالت لها ابوكي عنده واحده ست وجعته مش فايته الا ليه. ما انت عارف صعايده. راحت فتحت الباب وايد من هنا ومن هنا، قوم يا واعظ الكنيسه، انت بتجيب ستات في نصاص الليالي؟ الراجل فط كده فيه ايه؟ قالت له تعمل نفسك نايم كمان؟ الست اللي كانت عندك؟ قال لها روح يا شيخ الله يسامحك، قطعت الحلم ده، انا كنت بحلم بالست العذراء. قالت لها ايوه يا ماما، ده قالت لي انا ام يسوع. ام يسوع؟ طب وريني رجلك يا راجل. يدوروا في رجل الراجل عشان يعرفوا انهي. جت له هي رجلك انهي اللي كانت وجعاك، الشمال ولا اليمين؟ قال لها رجلي الاتنين قدامك واختاري اللي يعجبك. تدور على تلاقي اثر للقرحه ولا اثر للرجل الزرقان، ولا ما خلاص ما زارت الست العذراء واللي كان وصدق ولا بد ان ان تصدق العذراء.